الحلقة الثانية من حلم أشرف انتهت. شفنا كتير أحداث رح نحكي عنها بهذا الفيديو، ورح نحكي شوي توقعات عن الحلقة الثالثة وموعد العرض. مرحبا فيكم أصدقائي بقناتكم كجيلة دراما. إذا عجبكم هذا الفيديو بتمنى أنه تشتركوا بالقناة وما تنسونا بزر اللايك. طبعا اليوم رح نحكي عن الحلقة الثانية. الحلقة الثانية كانت حلقة جميلة، ما كانت يعني بجمالية الحلقة الأولى، إنه كانت الأحداث فيها شوي بطيئة. بلش الكاتب يدخل يعني أكثر بتفاصيل الشخصيات، الشغلات الشخصية كمسلم وأهله، كفاروق وحياته القديمة، كمان شخصية شيدان بلش يدخل بالتفاصيل أكثر. فممكن نشهد تباطؤ بالأحداث بالجزء الثاني، لأنه حيكون في موسم كامل هذا المسلسل، بعكس الجزء الأول يلي كان تقريبا فيه بس 13 حلقة وبلش تصويره بنصف الموسم. فكانت الأحداث فيه كتير سريعة، ما كان في مجال للتباطؤ مثلا أو تبطيء الأحداث، بعكس الشيء اللي رح نشوفه بالجزء الثاني. طبعا هذا الشيء يعني ما رح يأثر على جمالية المسلسل، رح يضل المسلسل بالقمة إن شاء الله، وبانضمام شخصيات جديدة بأحداث جديدة إن شاء الله حيكون كتير مميز. عن شخصية جوردال كلنا شفنا بنهاية الحلقة الثانية أنه مسكوا كينان، بس بإعلان الحلقة الثالثة بين أنه هو نفد منهم وهرب وتعرض لاشتباك كتير قوي. ما بعتقد أنه حيموت، ما بعتقد أنه المخرج والكاتب رح يضحوا بشخصية جوردال ببداية الجزء الثاني، رح يكون تعويضه كتير كتير صعب. فشخصية جوردال رح تكمل معنا، باعتقاد الشخص حتكمل، ما رح نفقدها بالوقت القريب. ممكن نفقد شخصيات قريبة من أشرف بس مو جوردال. شخصية شندار طبعا شفناها مرة جديدة، أنه هو ما بده يقتل أشرف فورا، بده يعذبه، بده يقتل الأشخاص القريبين عليه. بالنسبة لشخصية نيسان، طبعا شخصية دينشار ما راح يحب نيسان، راح يتظاهر انه هو بيحبها ليغيظ اشرف اكتر واكتر، وطبعا العداوة راح تزيد بيناتهم اكتر واكتر. شخصية قدير ممكن تنتهى بعد عدة حلقات، ما راح اظن انه ممكن يضل حلقات اكتر، او ممكن يفقد شخص قريب عليه اللي هو كنان، ممكن يودعنا بالحلقات الجاية. الحلقة الثالثة رح تكون حماسية كتير، لأنه صار في دخول أشرف بعداوات جديدة أو طور من عداواته. طبعا مشاهد صالة الإقمار وصالة اللعب ذكرتنا بمسلسل وادي الذئاب، يعني الزمن الجميل. كانت المشاهد كتير حلوة يعني. طبعا باعتقادي هذا أفضل مشهد يعني كان بالحلقة، كتصوير كأحداث يعني كسيناريو كان كتير جميل. فبنتمنى إنه تكون الحلقة الثالثة أسرع شوي بالأحداث، يكون فيها مشاهد أكشن أكتر، مشاهد حماسية. وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بتمنى أنه تشتركوا بالقناة، تضغطوا زر الإعجاب على الفيديو، وتكتبوا تعليقاتكم وتوقعاتكم الحلقة الثالثة بالوصف تحت. شكرا لكم على المشاهدة، وسلام.